طبعا هنا حطيت جدا بسيط من الزبدة عشان تحمير الثوم، مقطع جاهز أو مهروس حسب الرغبة، وشعيرية يا تكون مكسرة أو انتوا تكسروها حسب الكمية اللي انتوا حابينها. طبعا هنا رز، أي رز انتوا حابينه. طبعا أنا أخدت الرز التايلاندي عشانه سهل، أو الرز مصري اللي انتوا حابين من الرز. وهنا طبعا شوية من العدس وكركم، كركم مرة جدا مفيد، ورشة بسيطة من الملح وفلفل أسود وكمون والماجي اللي نحن عملناه قبل كده. طبعا هنا في قدر تاني حطيت الرز وحطيت عليه موية حارة مغلية، وحضيف عليه العدس مع بعض، وحغطيه وحخليه يغلي الين يستوي، وبعدين حضيف عليه الثوم والشعيرية. هنا طبعا بنقلبه تحميرة مرة جدا بسيطة. أهم شيء إن تطلع ريحة الثوم، على طول نطفي النار وحنضيفه بعد ما يغلي الشوربة في آخر لحظة، عشان حياخد غلوتين حنطفي النار. سهل وبسيط، إن شاء الله تناسبكم. شايفين كده لونه؟ حضيف عليه من الموية اللي أنا حطيتها المغلية حاجة بسيطة، هي زي كده موية مرة بسيطة، يمكن ملعقتين أو 3 عشان لا يسود معايا. هطفي النار، طبعا هي مطفية النار، زيت عليها موية، خليها موية حارة طبعا. وهنا خلاص هقلبه، هرخي النار وهغطيه لمدة 10 دقايق أو 20 دقيقة حسب الاستواء. بعد مرور 10 دقايق شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن كيف قوامه. طبعا حزيد شوية موية، شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن كده استوى معانا. حضيف الموية حيغلي، وحضيف عليه اللي عملناه قبل كده. شايفين الشعرية كيف استوت، نص استوى. طبعا عشان انا غطيتها بعد ما حطيت عليها الموية. شايفين انا حطيت اخر حاجة رشة الفلفل الاسود. ما شاء الله تبارك الرحمن. كده ممكن قوامه او تخففوه، بس كده انا اشوفه احسن. شايفين؟ بالهنا والعافية. دحين اغرب. ما شاء الله تبارك الرحمن، بالهنا والعافية علينا وعليكم.